يا مساء الجمال. طبعا احنا متعودين ان اي حد يشوف عنكبوت يضربه بالشبشب. طب ايه رأيك لو العنكبوت اللي كنت بتضربه ده يقرر ياخد حقه ويجري وراك عشان ياكلك ويحول العالم لأكبر بوفيه مفتوح؟ تعال نشوف هيعملها ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. فيلمنا بيبدأ مع مايك وبنشوفه وهو في طريقه عشان يزور مزرعة العناكب اللي في أطراف المدينة. ولما بيدخل المزرعة بيتفاجئ إن العناكب بقى حجمها أكبر بكتير عن آخر مرة شافهم وبقت عدوانية أكتر. فجوش صاحب المزرعة قال له إنه لقى حشرات موجودة في البحيرة من 3 أيام وبدأ يأكل العناكب من الحشرات دي، فحجمها بدأ يزيد بطريقة غريبة. بس اللي أخينا ده ما يعرفوش إن من كام يوم كان في عربية بتنقل براميل مخلفات سامة، وواحد من البراميل دي وقع بالغلط في البحيرة اللي لقى فيها الحشرات، والمواد السامة دي هي اللي خلت العناكب حجمها يزيد بسرعة. المهم جوش بدأ يدي المايك محاضرة ويعرفه أنواع العناكب وإزاي بتصطاد فريستها. وفي وسط الجولة في عنكبوت كبير اتسحب وخرج من القفص بتاعه، وبعد شوية مايك بيعرفه إنه اتأخر ولازم يمشي عشان مامته ما تقلقش عليه، وهيبقى يعدي الأسبوع الجاي عشان يشوف العناكب حجمها هيزيد تاني ولا لأ. وبعد ما الولد مشى جوش اتفاجئ إن في عنكبوت مش موجود في القفص بتاعه وبيفضل يدور عليه، وما كانش يعرف إن العنكبوت ده متشعلق على قفاه، وهوب العنكبوت يقرمه من رقبته وباقي العناكب بتخرج من الأقفاص وتهجم عليه وتعمله زبادي خلاط. وبعدها بأسبوع مايك راح تاني عشان يزور المزرعة زي ما اتفق مع جوش، وفي الطريق شاف عربية شرطة واقفة عند البحيرة ولقى الظابط بيت مشمر رجليه وبيطلع البرميل من البحيرة، ومامته سام بتاخد عينات من المية السامة عشان يبعتوها المعمل تتحلل. فمايك بيطلب من مامته انه يروح لجوش عشان يعرفه ان المية ملوثة، بس مامته منعته وقالت له هو انت كل يوم تتسحب وتروح مزرعة العناكب دي وبالليل تحلم بكوابيس وتعملها على روحك؟ لا يا حبيبي روح اركب العربية. وكويس انها عملت كده لان جوش في الوقت ده العناكب كانت بتلف ولفة هدايا وعماله تمصمص فيه. وبعدها سام اخدت ابنها عشان تروحوا البيت، وفي الطريق لقت شويه شباب راكبين موتوسيكلات ومفكرين نفسهم في لعبه بابجي، فعملت حته امريكاني ووقفتهم عشان تسحب الرخص. فبتتفاجئ ببنتها اشلي راكبه الموتوسيكل مع بيرت ابن عمده المدينه والدنيا بينهم حلوه على الاخر. فقالت لك يا خيبتك يا سام في عيالك الاتنين، وراحت مركبه بنتها العربيه وادت لبيرت المخالفه ومشيت. بعدها بنشوف العمدة وهو مجمع سكان المدينة في المول بتاعه وبيحاول يقنعهم يبيعوا ممتلكاتهم عشان في شركة عايزة تستخدم المناجم المهجورة اللي تحت المدينة وتخزن فيها براميل النفايات السامة، لكن الأهالي رافضين يبيعوا بيوتهم وعايشين على أمل إن الزهر يعني ممكن يلعب ويلاقوا ذهب في المناجم دي، خصوصا إن صاحب المنجم قبل ما يموت من 10 سنين كان بيقولك إنه شاف كمية كبيرة من الذهب. فالعمدة قال لهم إن الراجل ده كان عجوز وبيخرف ومفيش ولا ذهب ولا بطيخ في المناجم. وقتها كريس ابن صاحب المنجم دخل المول وفاجئ سكان المدينة وقالك انه مصدق باباه ومش هيبيع المنجم وهيرجع يفتحه ويدور على الذهب بنفسه. وبنعرف يا سيدي ان كريس ساب المدينة من 10 سنين من ساعة ما باباه توفى ومحدش يعرف عنه حاجة من ساعتها. فالعمدة طلع وراه عشان يقنعه بالبيع، لكن التاني دماغه جزمة قديمة ورافض يبيع. ولما العمدة كتر في الكلام راح مديله يد كومه في الارض، فسام عشان تلم الموضوع كلبشت كريس على اساس يعني انها هتقبض عليه. واول ما العمدة خد بعضه ومشي فكت الكلبشات وقالت لكريس روح. بس شكل كده الاتنين كان بينهم قصة حب زمان، لان اشلي بنتها شافت مامتها متنحة للراجل فقالت لها بصراحة هو مز بس لو يحلق دقنه دي هيبقى ولا احمد عز في زمانه. بعدها بنشوف بيت وهو بيعدل في ديكور بيته وبيفكر يفتح الحمام على البلكونة عشان التراوح، فمراته بتصحى من النوم على صوت التخبيط وادت له كلمتين في جنابه. وقتها القطة بتاعتهم شافت عنكبوت داخل من فتحة التهوية ودخلت وراه، فبيت ومراته حطوا لها أكل عشان يخلوها تطلع. وهوب الاتنين بيسمعوا القطة وهي بتتعجن جوه الحيطة والسقف ولا كأنها بتتضرب في الخلاط. وتاني يوم بنشوف كريس مع عمته جيجي اللي بتقنعه يتشجع ويروح يتكلم مع سام لأنه بيحبها من زمان. فالمعلم جاب بوكيه ورد وراح لسام البيت عشان يطلب منها يتغدوا سوا ويرجعوا الذكريات اللي بينهم. فمايك لما شاف مامته بتتشقط استغل الفرصة وهرب من البيت عشان يروح مزرعة العناكب، ولما بيروح هناك بيلاقي خيوط العنكبوت في كل حتة، فبيدخل عشان يدور على جوش لكنه ملقاهوش ولا لقى العناكب بتاعته، فبيفضل ماشي ورا الخيوط لحد ما وصل لمدخل من مداخل منجم الذهب. ولما بيدخل جواها بيلاقي رجل عنكبوت عملاقة وكمان بيشوف عنكبوت ضخم بيتمشى جوه المنجم، فأخد ديله في اسنانه وفلق يا جدع. وفي السكة وهو مروح بيقابل كريس فبيطلب منه يوصله البيت. ساعتها كريس سأله إيه اللي في ايدك؟
فمايك بيقول له دي رجل عنكبوت من بتوع مزرعة جوش صاحبه، وباقي العناكب اتحولت وبقت عملاقة وأكلته، وبعد كده دخلت منجم الذهب. فالتاني قال له شكلك كده بتتفرج على قناة ملخص برو وغاوي أفلام خيال علمي وهتتعبني معاك. عناكب ايه يا ابني اللي اتحولت؟ ولما بيروح البيت بيسمع من مامته هي كمان كلمتين وتعاقب عشان راح المزرعة من وراها، ومحدش كان مصدقه خالص. في الناحية التانية أشلي مقضياها مع بنت من العمدة، بس الولد شكله كده ساق فيها شوية. راحت أشلي مكهرباه بالسيلف ديفنس وخلته يعملها على روحه، وأخدت العربية ومشيت. ويا دوبك هي مشيت من هنا والعناكب ظهرت في كل حتة، فبيرت بيطلع يجري عشان يحذر أصحابه، وهوب عنكبوت ياخد واحد منهم وفضل يقرقش فيه على جنب مع نفسه، وكلهم بيطلعوا يجروا، واللي بيلحق يركب الموتوسيكل بيلحق واللي ما بيلحقش بيتاكل. وفي الاخر ما بيفضلش غير بيرت، وبيفضل يحاول يهرب لحد ما عنكبوت منهم خبط في ازاز عربيه نقل، فالسواق اتفجع وداس فرامل ودخل في عواميد شبكه التليفون وفصل الشبكه عن المدينه، وبعد كده العربيه انفجرت. فصاحبنا فكر انه قدر ينفد بجلده، بس العناكب رجعت تتنطط تاني زي قرود الجبل وتجري وراه، فبيهرب تاني بالموتوسيكل وملقاش قدامه غير انه يدخل في فتحة من بتوع المنجم عشان يهرب منهم. في نفس الوقت عمة كريس كانت بتدور على الكلب بتاعها في البيت، فبتلاقي فتحة في حيطة الدور الأرضي، وهنا العقل بيقول نطلع نجري، لكن هي قررت تمسك عصاية المكنسة وتستكشف عالم ما وراء الفتحة عشان تتفاجئ بجوز عناكب يعملوا عليها كماشة ويعلقوها في السقف. ولما كريس بيوصل بيفضل يدور على عمته لحد ما سمع صوتها وهي بتصرخ، فبينزل هو كمان الدور الأرضي وبيشوف الفتحة اللي بتوصل للمناجم، ولقى رجل عنكبوت عملاق، فبيطلع يجري على بيت مايك عشان يوريله رجل العنكبوت. فالولد بيدخل مقاسات الرجل على الكمبيوتر عشان يعرف الحجم اللي وصل له العناكب، وطبعا سام ما كانتش فاهمة حاجة، فكريس بيحكي لها عن اللي حصل مع عمته وان العناكب كلتها. فمايك بيقوله ان في احتمال ما تكونش ماتت، لان في انواع من العناكب بتغلف ضحاياها عشان تاكلها بعدين. وقتها اشلي كانت في اوضتها بتقطع صور المنايل على عينه، فبيطلع عنكبوت من الشباك عشان يمسي عليها، فكريس وسام طلعوا على صوت الصريخ وبيلاقوا العنكبوت بيغلفها عشان ياكلها بعدين. فكريس حاول ينقذها لكن العنكبوت بدأ يغلفه هو كمان، فسام بتنزل وبتجيب المسدس ولحقتهم قبل ما يقطعوا النفس. وبعد كده كلمت بيت على اللاسلكي وطلبت منه يجمع كل الأسلحة اللي موجودة في مركز الشرطة ويجيلها بسرعة على البيت، وبدأوا يحضروا نفسهم عشان يسيبوا البيت ويحذروا الناس من العناكب لأن شبكة التليفون مقطوعة. فمايك نيل الدنيا زيادة وقال لهم إن العناكب اللي كان مربيها جوش عناكب ليلية، يعني هتطلع كلها بالليل عشان تصطاد. وفي وسط الكلام بيت بيوصل بعربية الشرطة، والنصيبة بقى إن العناكب كانت ماشية وراه وعملت لهم كمين ووقفت على الروف بتاع البيت ولسه هتهجم على سام. كريس عمل فيها توم كروز واصطادهم كلهم على الطاير، وكلهم ركبوا العربية وراحوا لرون، وده بقى واحد مجنون من بتوع نظرية المؤامرة وعايش في المقطورة دي وبيعمل منها برنامج إذاعي. فسام كلمت سكان المدينة عن طريق القناة بتاعته وحذرتهم من هجوم العناكب وطلبت منهم يروحوا يستخبوا في المول. وطبعا محدش كان مصدق الهبل ده ومفكرينها بتهزر، لكن مفيش ثواني والصوت اشتغل والعناكب طلعت من كل حتة وبأنواع مختلفة وهجمت على الناس في الشوارع والبيوت. في الناحية التانية مايك وأشلي كانوا قاعدين مع بيت في العربية ومستنيين مامتهم. ساعتها بيلاقوا العناكب اللي كريس ضربها بالنار راحت جابت لهم الكبير بتاعهم وبيهجم على المقطورة. فمايك كلم مامته في اللاسلكي وقال لها محدش يطلع صوت عشان في عنكبوت ضخم داخل عليهم. بس رون العبيط أول ما شاف العنكبوت فضل يصوت، فالعنكبوت بيقلب المقطورة وهم جواها وبيفضل يلعب بيهم كورة لحد ما التلاتة بيقدروا يهربوا وركبوا العربية وطيران. وهناك بيلاقوا العناكب سيطرت على المدينة، واللي لسه فيه نفس من السكان أخد بعضه وراح يستخبى في المول. فسام بتطلب من كريس يدخل كل الناس في المول ويقفلوا البيبان، وبعد كده سكان المدينة اتجمعوا عشان يشوفوا سام هتطلعهم من الوحلة دي ازاي. فالعمدة بيقترح عليهم انهم يستخدموا طبق الإرسال اللي فوق المول عشان يطلبوا النجدة. فكريس بياخد رون وبيطلعوا على الروف عشان يربطوا التليفون ويطلبوا المساعدة، وسام بتطلب من الناس يتسلحوا بأي حاجة يلاقوها في المول عشان يدافعوا عن نفسهم لو العناكب دخلت. وقتها العمدة حس ان الموضوع هيغمق والعناكب هتدخل تعملهم بفتيك ومحدش فيهم هيعرف يعمل حاجة، ده حتى عم الحاج ده ماسك شوكة ولا كأنه هيصطاد سباكيتي. فبيتسحب وخلع من الباب الخلفي للمول اللي بيوصل لمدخل المنجم، واللي العمدة عمل حسابه وحصل. والعنكبوت الكبير عمل فتحة من الباب وفجأة ماسورة عناكب ضربت في المكان. فسام بتاخد الناس وبيدخلوا ورا العمدة. في نفس الوقت كريس ورون طلعوا فوق برج الإشارة واتصلوا بالشرطة، بس العناكب كانت محوطة
وحطاهم من كل حتة. فارون قالك ما بدهاش وراح أخد ديله في سنانه ونط من فوق الروف، وكريس اتشعلق في سلك برج الإشارة ودخل فتحة التهوية وفضل يتدحرج لحد ما وصل تاني لسام، وكلهم بيدخلوا المنجم قبل ما العناكب تهجم عليهم. وقتها بيرت بن العمدة كان لسه تايه جوه المنجم وعمال يلف بالموتوسيكل بتاعه، ويا دوبك قابل باباه ولسه هياخدوا بعض بالأحضان، العناكب وصلت وسحبت العمدة وريحتنا منه. فالواد ساب باباه وطلع يجري، ما هو العمر مش بعزقة، لحد ما بيوصل لباقي الناس جوه المنجم. وكريس بيقول لهم يمشوا ورا خيوط الكهرباء لحد ما يوصلوا للمدخل، وهو هيدور على عمته يمكن يلاقيها لسه عايشة، وبيطلب من سام انها تشغل مولد الكهرباء اول ما تطلع، لان المنجم مليان بغاز الميثان القابل للاشتعال، واي شرارة هتفجر العناكب كلها. ساعتها مايك اداله ازازة برفيوم وقال له يرش منها عشان تحميه من العناكب، لان عندهم حاسة الشم قوية جدا. وبعد ما كريس بيفضل يدور بين الجثث بيلاقي عمته، وكمان بيلاقي الذهب اللي كان باباه بيتكلم عليه. وقتها طلع لهم اكبر عنكبوت ولسه هيسمي بسم الله، كريس رش برفيوم في وشه، وبعدها اخد عمته على الموتوسيكل وطيران. وسام اول ما بتشوفه طالع شغلت المولد وفجرت المنجم والعناكب جواه. وكده يخلص فيلمنا. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. باي.